يمكن لما أنا هتكلم عن مصر هكون بتكلم من زاوية معظمنا لم يتطرق إليها، ويمكن ده بفضل إن أنا اشتغلت خارج مصر لسنوات طويلة بحكم عملي في وزارة الخارجية. وأعتقد إن أنا شفت مصر من الخارج بعيون مصرية، شفت قد إيه العالم كله بينظر إلينا نظرة تقدير واحترام. هذه الدولة هي دولة قوية راسخة عندها ثقافة وحضارة لا نستطيع أن احنا نتجاهلها في أي مكان في العالم، لها تأثير، لها إشعاع إيجابي، لها صوت مسموع. الصورة ديت احنا حافظنا عليها لسنوات عديدة، ولكن من المؤكد أن هي كانت هناك بعض السلبيات في الصورة المصرية في أثناء حكم احنا بنعتبره أنه كان دخيل على الوطن. وكان من الضروري ان احنا عشان نبدأ نستعيد ثقتنا ونستعيد مصريتنا ان احنا نعيد تشكيل الصورة ونبنيها مرة أخرى من جديد في الخارج بالذات. الصورة في الخارج مهمة، محدش يقدر ينكر انه العالم عندما ينظر الينا بتقدير واحترام من المؤكد انه هو هيكون اكثر اقبالا علينا، اكثر سماعا لرأينا، اكثر احتراما لموقفنا. ومن هنا بناء الصورة المصرية كان أمر مهم جدا في الفترة الانتقالية اللي احنا مرينا بيها، ثم بعدها دخلنا إلى فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. الدبلوماسية المصرية ودبلوماسية الرئاسة أعتقد أنها كانت من أنجح الملفات التي تعامل فيها السيد الرئيس خلال فترته الأولى، وده مش بشهادة خبراء مصريين، ولكن عندما تخرجوا إلى الخارج هتشوفوا إنه هيكون في دائما تقدير واعتبار للدولة المصرية، بدليل إنه تم انتخاب مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن، وعضنا أيضا الاتحاد الأفريقي. ومش هعدد الإنجازات اللي احنا عملناها في الناحية الدبلوماسية لأن الجميع يعلمها ويدركها. الآن نستطيع أن نقول أن هذه الدولة استثمرت سياستها الخارجية استثمارا جيدا، استثمرت صورتها البراقة بشكل يخدم كل هموم الإنسان المصري البسيط داخل الدولة. هتشوفوا أنه هناك إنجازات على مستوى دائرة الدول العربية التي استعادت مصر فيها موقعها، وأعتقد أن احنا شفنا قد إيه أن هناك نظرة استراتيجية واعية من جانب القيادة المصرية في عدة مجالات، ومنها نظرة خاصة بمكافحة الإرهاب. وأعتقد أن خطاب السيد الرئيس في قمة الرياض، القمة العربية الأمريكية الإسلامية، أعتقد أنها أثبتت أن هناك نظرة استراتيجية عميقة من جانب الدولة المصرية، وأعتقد أن العالم كله أصبح مقتنع بها وهيسير على هذا المنهج وعلى هذه الاستراتيجية في المستقبل إن شاء الله. والدور المصري الآن الجميع يود أن يستمع إليه، ولعلمكم برضو موقف مصر من مسألة زي المسألة السورية راسخ وثابت منذ 2011، منذ بداية هذه الأزمة وحتى الآن، وثبت أن وجهة النظر المصرية هي الوجهة الحقيقية أو هي الوجهة التي يجب أن نتبعها في الحفاظ على الدولة السورية وعلى الحفاظ على الشعب السوري بشكل جاد. يعني احنا اتكلمنا عن مصر خلال 4 سنوات، وإن شاء الله نرى 4 سنوات قادمة كهدف لنا وكهدف للشعب المصري، هدف الاستقرار وهدف الحفاظ على مصريتنا. احنا كمصريين احنا نعتبر قد الحلم فعلا، يعني ونستطيع أن نحققه بسواعدنا وبأفكارنا وبعقولنا. فإن شاء الله فترة قادمة كلها تقدم وازدهار للشعب المصري وتنمية صادقة.